اسمعوا معايا اسمعوا معايا رحمة بكم هذا المستوى ونكملوا. الفيضانات الأخيرة فضحت تواطؤ نظام المخزن وأبانت عن اختلالات في البنية التحتية، بنية تحتية مهترئة. رأينا ملاعب بين قوسين التي ستحتضن هذا الحدث الإفريقي رأيناها في وضعية كارثية وفي أسوأ حالاتها. حل هذه الأزمة أو اتخاذ القرارات اللازمة والتخطيط المسبق لتفادي الضحايا. شفنا في فيضانات آسفي ضحايا ما يزيد عن 50 ضحية، وبالتالي هذه الأزمة المقطع طويل، راكم تفرجتوه سمعتوه كامل نظن. مستوى حقير، أسلوب ركيك. المنشط هذا ربي يهديه، هذا تاع التلفزيون، يقول لك باللي الأمطار الأخيرة فضحت تواطؤ نظام المخزن. الأمطار الأخيرة فضحت تواطؤ نظام المخزن. الأمطار الأخيرة فضحت تواطؤ نظام المخزن. تواطؤ مع من؟ تواطؤ نظام المخزن مع ربي. تواطؤ نظام المخزن تواطأ مع ربي سبحانه باش تصرى الفيضانات والناس تموت. هل يوجد أسلوب قدر تافه حقير مثل هذا؟ حتى الهضر ما يعرفش يهضر. كشفت تواطؤ الأمطار الأخيرة، كشفت تواطؤ مع من؟ يا زايلة اللي ما قريتش معناتها تواطؤ، معناتها راهو كاين بين طرفين. نظام المخزن تواطأ مع النظام الإسرائيلي باش تصرى كارثة. تواطؤ النظام المخزن مع النظام الجزائري باش ما يتواطأش النظام المغرب مع ربي. هذه كارثة طبيعية، هذه كارثة طبيعية نستشفوا في الكوارث. يا زايلة، يا حمار، يا دلفين، يا ديناصور، هذا كارثة طبيعية. أمطار غزيرة، وهذه تحدث في كل دول العالم. تحدث أمطار، فيضانات تحدث في بنغلاديش، في الهند، في أمريكا صارت أعاصير. وين أقوى دولة في العالم صارت فيضانات وأعاصير وخربت بنية تحتية، وصرا باش عارفنا وش صرا تسونامي في الصين، صرا فيضانات في الجزائر. هل نقول أن الفيضانات اللي صارت في الجزائر تواطؤ النظام الجزائري يكون عاقل، يكون منطقي؟ هل نواجه نظام المخزن بهذه الأكاذيب وهذا الأسلوب الحقير التافه لمحاولة تشويه نظام المغرب بهذه الدسائس الخبيثة والحقيرة والتافهة؟ قال الأمطار الأخيرة أثبتت تواطؤ النظام المغربي مع من؟ تواطؤ